ليه دماغك بتحب تعذبك وانت نايم؟ بص يا معلم، انت طول اليوم بتجري، بتشتغل، بتشوف وشوش مريبة في المترو، وبتاكل اكل سريع وانت واقف على رجليك. بتقول خلاص هاجي اخر الليل وارمي نفسي على السرير، اهو النوم بقى راحة وامان ودفى واحلام وردية. بس المفاجأة ان دماغك كانت محضرة لك فيلم رعب بعنوان تفتكر يوم ما وقعت قدام الفصل. او فاكر البنت اللي قلت لها بحبك وقالت لك شكلي كنت فاكرة انك حد تاني؟ او ايه رأيك نفتح جرح قديم وانت نايم ومش عارف تدافع عن نفسك، وبدل ما تحلم انك في المالديف تلاقي نفسك بتحلم انك رجعت الامتحان ومش مذاكر، ولا تلاقي نفسك بيجري وراك كلب وانت لابس بيجامة سوبرمان ومش عارف تنط على الرصيف. يا جدعان، هو في اتفاق سري بين دماغنا والشيطان؟ ولا هو الكبت اللي بنشيله طول اليوم بيطلع في أحلامنا؟ ولا دماغنا قررت تنتقم لأنها مش بتاخد أجازة زي بقية الجسم؟ السؤال اللي بيطارد البشرية من أيام الفراعنة، ليه وإحنا نايمين دماغنا تفتكر أكتر لحظة إحراج؟ وليه الحلم لازم يكون يا فضيحة يا مصيبة يا حد بيطاردك؟ يعني مفيش حلم تقول فيه أنا غني وبشتري جزيرة؟ لا طبعا، ده مش من أحلام الفئة اللي بتنام جعانة. المشكلة إنك تصحى تعبان أكتر من وإنت صاحي، وتلاقي نفسك قاعد على السرير بتبص للسقف وبتفكر، هو أنا فعلا قلت الكلمة دي سنة 2014؟ طب هو لسه فاكرني؟ طب هو أصلا كان واخد باله؟ ده حتى مرة حلمت اني في فرحي ولقيت نفسي صاحية والبطيخة اللي اشتريتها امبارح نايمة جنبي. المصيبة مش في الحلم نفسه، المصيبة انك تصحى تفتح عينيك وتفضل 5 دقايق كده تقول لنفسك هو ده كان حلم ولا دي ذكرى فعلا؟ انا فعلا اتحركت كده ولا دماغي بتبالغ؟ دماغك بقى ترد من جوه، يا باشا حصل، ومش بس كده، ده حصل وانت لابس القميص اللي كنت فاكر انه حلو وهو اصلا شبه ملاية السرير. والاحلى بقى انك تنام تاني، تقوم دماغك تقولك ثانية واحدة، نسيت احكي لك عن الموقف اللي حصل من 8 سنين قدام بنت خالتك. وبدل ما تنام تلاقي نفسك بتقلب في ذكريات كأنك فاتح ألبوم فضايح مش فيسبوك. علماء النفس بيقولوا ان الاحلام دي بسبب اللاوعي. طب واللاوعي ده عنده عقدة مني مثلا؟ يعني مش بيشوفني طول اليوم؟ بيستنى الليل عشان ينتقم؟ انت بتشتغل معايا ولا ضدي؟ يا جماعة، ليه محدش بيحلم ان معاشه زاد؟ ليه محدش بيحلم انه طلع في لايف وقال كلمة ومسك ترند؟ لا، لازم نحلم اننا بنقع من فوق برج، او بننسى الباسورد، او بنتخانق مع ابويا الله يرحمه. دماغك وهي نايمة بتفتح ملف من ملفات الاحراج. النهاردة بفتكر لما قلت للدكتور بابا بدل ما اقول له يا دكتور، او لما عملت لايك بالغلط على بوست واحدة كنت براقبها من 4 سنين. والمضحك في الموضوع انك تصحى تاني يوم رايح شغلك والناس بتقولك ايه يا عم شكلك مصحصح ونشيط، وانت من جواك انا لسه راجع من حفلة تعذيب نفسية دماغي عملتها لي وانا نايم. فلو لقيت نفسك تعبان من غير سبب، افتكر ان دماغك اشتغلت شيفت ليلي عليك وسهرتك من غير ما تقوم من السرير. اعمل معروف، قبل ما تنام بص في المراية وقول لنفسك لو هتعذبني وانا نايم خليك كريم، واعمل لي حلم في بيت على البحر وتكييف بيشتغل. احكولي في الكومنتات ايه اغرب حلم جالكم، او ايه اكتر موقف محرج دماغكم بتحب تفتكره كل ما تيجي تناموا. يلا بقى مستنية الفضايح. في النهاية لما تيجي تنام بلاش تقول اهو النوم راحة، لا، قول اهو النوم اختبار نفسي مجاني وبدون تحكيم.